بيبدأ فيلمنا النهارده من سجن في الولايات المتحدة الأمريكية. عملية يعملها، غير كمان إن هو كان ممتاز في حياته العلمية، حاصل على شهادات كتير أثناء دراسته الجامعية. الغريب في القاتل إن هو بيقتل لمزاجه وبس عشان يبقى رقم واحد، إن هو معاه فلوس كتير قوي مش محتاج الفلوس دي. ويكون القاتل على علاقة بواحدة اسمها ليلي، يكون عارف حياته كلها بكل وضوح، كمان واقفة جنبه ومتقبلة على كده. يقعد يحكي لها القاتل عن مهاراته في شغله، إنه إزاي بيتأجر عشان يقتل شخص معين، يكون عاوز يتجوز ليلي ويعتزل القتل. يوافق القاتل على عرض الشخص المجهول وبينزل على الجراج بتاعه، بيكون مليان بالعربيات الفخمة. تايسون طلع الكاميرا وبدأ يصورها، ولكن فجأة بيدخل السائق وبيرزع الباب ويقتحم غرفة تايسون، فبيقتل السائق تايسون برصاصة في راسه، وبيوعد السائق البنت انه مش هيأذيها. بيخرج السائق من الغرفة وبيلاقي القاتل في وشه، لسه يضربوا بعض بالنار، فبيلاقي السائق بنت ماشية وسطيهم، فمش بيرضى يضرب الا لما بيفاديها. فبيبدأ هو والسائق يتبادلوا اطلاق النار على بعض لحد ما بيستخبى القاتل من السائق ورا الحيطة. ان السائق بيضرب نار بشكل متهور جدا، بينتهز السائق الفرصة وبيهرب وبيركب عربيته وبيجري بسرعة جدا. يدخل بعد كده القاتل غرفة تايسون وبيلاقيه واقع على الأرض ميت. كده بيكون القاتل فشل في مهمته، دي كانت أول عملية اغتيال في حياته، وأصبح في طار بينه وما بين السائق، لأن برغم عدم معرفتهم ببعض لأن اللي بينهم خلق صراع شخص طرف واحد، بس السائق أصلا مش على باله القاتل. نروح بعد كده جوه مركز الشرطة، سأل كوب سيسرو عن آخر تطورات القضية، فبتقول له سيسرو إن في البحر لأنه خلاص أخد بطاره. وبيخلص فيلمنا النهارده بعنوان فاستر على قناة نيو وورك. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل اشتراك في القناة. سلام.